النهارده هقول لك على السر اللي محدش من المطاعم الكبيره بيقوله لحد. سر صوص المارينيه اللي بيخلي السنجاري ريحته تشمها من اخر الشارع. خليك معايا وتابع الفيديو للنهايه عشان تعرف السر. شايفين يا جماعه الحلاوه والجمال ده؟ زي السنجاري بتاع المطاعم بالظبط. معانا 3 سمكات بقى، هنقصقصهم كده عشان نفتحهم فتحه السنجاري. هنقشر السمك كويس، هنفتح السمكيه من الظهر كده زي ما انتم شايفين من فوق السلسله دي، وهنفتح بالسكينه وهنضغط. هنفتح فتحة السنجاري كده بالراحة، وهنشيل الزفارة منها. هنعمل الكمية كلها وهنغسلها كده زي ما انتم شايفين. لسه بتتابع الفيديو، انا حابب اشكرك وافكرك تعمل اشتراك في القناة. تعالوا بقى نعمل صوص السنجاري. طماطميتين في الخلاط، بصلاية، فلفل الوان احمر، شوية توم، نص كوباية مستردة، نص كوباية صويا صوص، معلقتين 3 صلصة، حباية مرقة دجاج، نص كوباية خل، وشوية كرفس. وادي كمان معلقتين بابريكا مدخنة، معلقة كمون، ومعلقة فلفل اسود، شوية زيت. هنضرب بقى في الخلاط بس مش هننعمه قوي. ادي الصوص يا جماعة اللي انا بقول لكم عليه، ده السر بتاع السنجاري بتاع المطاعم الكبيرة. هنفرش بقى كده شوية فلفل الوان وبصل في الصينية بتاعتنا، شوية بابريكا مدخنة كده، وشوية ملح وفلفل اسود. نحط بقى كام معلقة كده مارينيه من اللي عملناهم دول على الخلطة ونقلب. نرص بقى السمك بتاعنا كده ونديله دهنة مارينيه. نرص ال3 سمكات بتوعنا كده وندهنهم. هناخد بقى شوية حشو من اللي كنا عاملينهم دول نحطهم على وش السمك، وهندهن برضو بشوية مارينيه كده على وش السمك عشان ياخد معانا اللون الذهبي الجميل اللي انتوا بتشوفوه ده. هنزوق بقى كده بشوية ليمون شرايح على وش السمك ورشة زيت، وهندخله الفرن حوالي نص ساعة. شايفين يا جماعة التسوية؟ شايفين الحلاوة والجمال؟ وألف هنا والشفا. أتمنى تعملوا اشتراك في القناة عشان يجيلك إشعار بكل فيديو جديد أنزله.